تالت مرة ينورونا ويشرفونا، لأنه بيجا موضة براند محترم، والحقيقة إنه الملابس سواء كانت من تصميم أو خام عفوا أو شكل، حاجة رائعة. أستاذ جمال قلتلنا نورنا النهارده يا فندم للمرة الثالثة. المرة الثالثة للثالثة فعلا. وأنا عارفة إن أنتوا تطورتوا جدا ما شاء الله، الله أكبر. والنهارده هتقدموا لنا بقى كولكشن جديد أو مجموعة جديدة، مظبوط؟ مظبوط. طيب، وأنا عايز أقول بس معلش أنا آسف قطع كلامك، أنا برنامج هي وبس ورضوى الشربيني وقناة CBC أنا بعتبرهم فعلا شركاء نجاح لبيجا موضة. شكرا. لأن إحنا سنس يعني من بدايتنا كانت في 2020 وحضرتك استضفتيني في 2020 مظبوط، وبعد كده في 2021 مظبوط، ودلوقتي احنا في 2023 شركاء نجاح. وبرنامج هي بس فرق معانا كتير خلال العملاء كتير حتى على السوشيال ميديا. الحمد لله بيجوا الفروع، في ناس بتيجي بتقول احنا في الفروع، انا البنات بيقولوا لي في ناس تيجي تقول احنا تبع احنا شفناكم في برنامج هي وبس مع الاستاذه رضوى الشربيني. الحمد لله. فدي كانت بتفرق معانا جدا، وبرنامج هي وبس فعلا فرق معانا كتير. احنا بنشكر حضرتك، واحنا بس بنبقى سبب في انه الناس تعرف بعض، خصوصا لو صناعه محترمه، صناعه مصريه، ربنا يخليك، صناعه محليه، تقفيل محترم. وبعدين حضرتك عارف هدوم البيت دي اكتر حاجه اساسا احنا بنهتم بيها، المفروض ان احنا نهتم بيها بالظبط. لانه في ستات كتير قاعده في البيت، في ستات ما بتشتغلش، حتى وانا بشتغل عايزه اقف في البيت بحاجه مريحه وحاجه شكلها حلو. وفي حاجه برضو يا استاذه رضوى، يعني حضرتك في 2020 كان الكولكشن بتاعنا ميرنا اختي هي ومراتي عمر بيصمموا الازياء، ومصممين ازياء التيم كله كانوا بيعملوا اللبس البيت استقبال مش للبيت وبس. صحيح. كلمه مش للبيت وبس هي سلوجان عندنا. مين اول حد قاله؟ كانت الاستاذه رضوى الشربيني على قناه CBC. كان حضرتك اللي قلتيه بيجا موضة مش للبيت وبس، قولا واحدا هي مش للبيت وبس. ايه ده بجد؟ حضرتك اللي قلتي الكلمه دي، واحنا حتى السلوجان بتاعنا في الفروع وفي كل حاجه وثرو الاونلاين، خلال الاونلاين، بيجا موضة مش للبيت وبس. دي حقيقه. وفي حاجه تانية برضه انا عايز اقولها للساده المشاهدين ما يعرفوهاش عن الاستاذه رضوى على الصعيد الشخصي. شخصي؟ على الصعيد الشخصي للاستاذه رضوى الشربيني. ايه بقى تعرف عني على الصعيد الشخصي؟ في 2020 حضرتك اول مره كان اطلع معاكي فيها. مظبوط. ساعتها انا كنت في حادثه ولسه قايم من غيبوبه، انا بفكرك وانت مش هتكوني فاكره اكيد. وانا كنت لسه قايم من غيبوبه والبرنامج بتاع حضرتك كلمنا والبنات جم قالوا لي استاذه رضوى الشربيني وبرنامج هي بس عايزك معاهم. وكانت ميرنا اختي جت معايا وهي في الحلقه. حضرتك قلت لها انا استاذ جمال انا مش هساله اسئله في الحلقه عشان عارفه هو قايم تعبان، انا هسيبه هو لو حب يجاوب على الاسئله. انا لما بقول لناس صحابي على الحاجات دي ورجاله يقول لي رضوى الشربيني قالت لك كده، هم كل الناس فاكره ان رضوى الشربيني بتكره الرجاله. لا يا جماعه، رضوى الشربيني مش بتكره الرجاله. انا شكرا جزيلا. رضوى الشربيني هي ممكن تكون ضد مبدا او تصرف بيهيفير معين من الراجل. شكرا. بس هي عملت معانا موقف، نفسه الموقف ده انا عمري ما هنساه. نورت الدنيا بقى. تعالي نرجع لبيجاماتك. تعالي بحلاوتك وجمالك دي. لفي كده، لفي. يا نهار ابيض، ده كولكشن بتاعنا. لا لفي كده نشوف كاميرا 3 كده. ايوه ده حلوه حلاوه. ده بنطلون فيسكوز، والفيسكوز عندنا معالج من الكشاشين، يعني هو مش هيكش. انت هتشتري الفيسكوز احنا اوريدي بيعدي عندنا على مراحل غسيل وانزيمات وحاجات عشان ما يكشش لما الكلاينت يشتريه. انت قمر، انت عارفه كده طبعا. تحفه. وفي بيجامات طبعا نفس الحكايه بس الوان تانية. هو ده في منه الوان اوريدي. اوكي. ايه التطور اللي حصل من 2021 ل 2023 في بيجا موضة؟ لا هو التطور اللي حصل الحمد لله بفضل الله تطور كبير جدا. موديلات، زودنا الموديلات، الديزاينات اختلفت، عرفنا اكتر الزبون المصري بيحب ايه. الحمد لله فتحنا فروع ما شاء الله. الحمد لله. الناس بتروح دلوقتي للصناعه المصريه. حلو قوي. ده للبيت. ده للبيت، مش فعلا مش للبيت بس فعلا. ده خامته ايه ده؟ ده كتان اسباني. ده حلو قوي. لفي كده.
ممكن تربطه من ورا، ممكن تربطه من قدام، وممكن ما تربطوش اصلا. ممكن ما تربطوش اصلا. يعني نستأذنك يا استاذه، ممكن نشيل الرباط، هو يبقى كمان واسع مش تايت، مش ماسك على الجسم. وممكن تربطه من قدام، ممكن تربطيه من قدام او من الجنب، هي ربطته من الجنب بالظبط. تنزل بقى دي كذا عايز البسيه براحتك. ايه ده انا ممكن اروح النادي كده؟ ممكن تروحي بيه النادي كده، وهي بيجامه بيت، استقبال جميله جدا، برافو، وخامات عاليه جدا. الله على الحلاوه يا استاذ جمال، مش معقول. دي قطعتين، ممكن تلبسي الروب لوحده على بنطلون جينز لو عايز تلبسيه، ممكن تلبسي البنطلون لوحده. ودي في منها دي 3 الوان. الالوان ايه وايه وايه؟ في بينك، وفي اللون اللبني اقوى، والاسود. ممكن اصلا تلبس البنطلون على لا نلف بس، وعايزين نبص كاميرا 3. ممكن تلبس البنطلون على توب ابيض من بالزبط. غير اللي فوق، وممكن تلبس اللي فوق، تلبس اللي فوق براحتها، محجبه او مش محجبه براحتها. يعني ده للبيت، هي ده غامه فيسكوز معالج عادي للبيت، مريح جدا للبيت. بس ده ممكن، يعني ده ممكن يتخرج بيه. احنا سايبين الحته بقى لكل واحد هو عايز يعني استخدام ازاي، هو بقى اللي يقول انا يتوظف بقى اللي هي عايزاه، هو يوظفها براحتها، هي توظفها براحتها. لا برافو. احنا كمان معانا، انا نسيت، احنا معانا 6 قسايم هديه من بيجامودا، هنحطها على صفحتنا هي وبس حالا اللي على الفيسبوك طبعا، لان النهارده فيها فقرات كتير وكلها حاجات اهي طويله، فهنحط دلوقتي ال6 قسايم على صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك، وبننقي كده بشكل عشوائي جدا الهدايا. وفي يا فندم، انا يا استاذه رضوى عايز برضو دي حاجه بلس بقى، فتح. انا في خصم 20% لكل متابعين الاستاذه رضوى الشربيني. الله، لما يجوا يشتروا من الفروع او ثرو الاونلاين، خلال الاونلاين. اشكرك. 20% خصم لمتابعين رضوى الشربيني. ده برومو كود ولا يقولوا برنامج هي وبس؟ لا، انا من برنامج هي وبس. برنامج هي وبس، انا برنامج هي وبس، وعايز اخد ديسكاونت. كتر الف خير حضرتك والله العظيم. دي بيجامه؟ دي بيجامه كلاسيك عادي، زراير. ازاي دي يعني مش فاهمه، دي بيجامه ازاي؟ ده القماشه لفي بحلاوتك دي كده، لفي دي بيجامه؟ هي دي بيجامه، انت عايزه توظفيها بقى تخرجي بيها، ما هو هي دي فكره بيجامودا. استاذه رضوى الشربيني قالتها في 2020، بيجامودا مش للبيت وبس. حتى حضرتك لو شفتي الفيديو قولا واحدا، بيجامودا مش للبيت وبس، احنا مش للبيت وبس. برافو. يعني حتى ممكن تقفل القميص مثلا وتنزل تاخد الولاد من الباص، او تاخد القطعه اللي فوق تلبسها مثلا على بنطلون جينز وتنزل بيها النادي. بالظبط. ممكن تروح بيها كلها النادي عادي جدا، او تروح بيها كلها النادي. طب افرض بقى انا عايزه اطول شويه مثلا البنطلون، انت عندك موديلات؟ في موديلات بنطلون طويل بنفس الست، يعني ست كامله، قطعه فوق وقطعه تحت. بالظبط. وهي هيتعرض حضرتك حاجه كده دلوقتي حلوه جدا، ومن البيست سيلينج كمان، الحاجات دي كلها الاكثر مبيعا. اكثر مبيعا عندنا. الله. دي دلوقتي بقى طالعه موضه ان الناس بيخرجوا بيها جدا، ترندي قوي. يا سلام. الساتس اللي هي الستان دي، ستان. ما انا عارفه انها ستان، بس بيخرجوا بيها، طالعه موضه دلوقتي ترند. الستان اللي بيتخرج بيه، بس شكلها بيتي شويه، يعني برضه دي محتاجه جراءه يتخرج بيها، صح ولا ايه؟ ولا انا اللي عشان بس لا، في ناس كتير بيخرجوا بيها كتير. يا سلام كتير. يعني في ناس بتشتريها من عندك وتلاقيهم خارجين بيها وحاطين الصور، وبيقولوا ده في ناس كتير اصلا وهي بتشتريها حتى من الفرع او اونلاين بيسالوا البنات هي دي خروج ولا بيت، من كتر ما هي بيتخرج بيها، هي دي خروج ولا بيت. بس هي بيجامه ستان للبيت، ايوه بيها. وشيك قوي، والقعده في البيت تحفه. لكن قوي. انت شفت حد لبسها وخرج بيها؟ من عندك؟ من عندي، من بيجامودا. وبعت لنا يعني صوره خارجه بيها على سنيكرز ابيض بقى وشنطه بيضه مثلا، بالظبط. وخارجه بيها عادي، نادي، حاجه، غدا بره. طب ودي ما بتخرج بيها الصبح ولا بالليل؟ يعني مش عارف بقى بصراحه، بس هي طلعت ترند. يعني انا هي دي لحضرتك اللي بقول لك عليها بنطلون طويل بقى. برافو. كمان هي عليها نجوم من قدام. ودي قماشتها ايه؟
دي قماشه، دي الكروشيه، كروشيه القطن. طب ما ده قميص يتخرج بيه عادي. ده قميص. يعني لو البنطلون مثلا هقول لا او مش هينفع، لكن اللي فوق، القطعه اللي فوق، على بنطلون ابيض، على بنطلون جينز، عليا طرحه وشنطه وجزمه وتمام. بالظبط، دي حقيقه فعلا، دي حقيقه فعلا. فالواحد يبقى محتار، ياخدها يقعد بيها في البيت ولا ياخدها ينزل بيها، ولا اعمل الاثنين، اخدها الاول اخرج بيها وبعدين بعد كده بخليها براحتك، انت للبيت. شوفي بقى عايزه توظفيها، عايزه قاعده بيها في البيت وعايزه تنزلي بيها، انزلي بيها عادي جدا. عادي جدا. ما هي دي الفكره بتاعت بيجامودا. الحياه دلوقتي يا استاذه رضا بقت سريعه، واغلب الناس بقت ورك فروم هوم، والناس بقت تنزل تشتغل مثلا قاعده في مكان، في كافيه تحت. الناس تبقى عايزه لبس كومفي مريح. يعني انت دلوقتي الفكر بتاعك ما بقاش فكر ان انا بلبس لبس انام بيه. انام بيه. لا، بلبس لبس اقعد بيه واخرج بيه. انت لبس هتنامي بيه، هتقعدي بيه في البيت شيك قوي. طب عايز تنزلي، انزلي بيه عادي. عايزه حد جاي لك، رايحه للجيران، جاي لي من عند الجيران، البسيه عادي جدا، شيك قوي. الالوان دلوقتي الناس بتلبسها، او الموديلات دلوقتي الناس بتلبسها تقعد بيها في البيت وتخرج بيها، اكتر الحاجات هي ايه؟ هو يعني انا دلوقتي ده مستحيل حد ينزل يخرج بيه. والله لا بص، ما تحاولش بقى. ما هو انا هقول لك بقى ان انا بسال نفس الاسئله بتاعتك يا استاذه رضوى بالظبط للبنات عندي. الناس بتسال اصلا، يعني اصلا لا مستحيل والله. في ناس بتلبسوا خروج الستان ده موافقه على الستان ان هم بيلبسوا. اقتنعت، انا بقول لك على اشتريت. حاجه، دي كمان باللون ده من البيست سيلينج عندنا، الاكثر مبيعا. ايوه بيخرجوا بيه، بيتخرج بيه عادي جدا. ماشي. ما هم دلوقتي بيقولوا في الكنترول، احنا واحده بتقول لي، ساره بتقول لي انا عندي كيمونو شبهه، ما انا موافقه لو واحد ماشي على جينز وتي شيرت وسنيكرز حاجه كده على الارض. نفس الكيمونوهات دي برضو بالخامات دي، المفروض ان هي للبيت وبيتخرج بيه. مستحيل يتخرج بده كمان. لا انا عايزاك تتكلم معايا لو سمحت فضلك. ده مستحيل يتخرج بيه. والله بيتخرج بيه. البنطلون ده اصلا بنطلون احنا جايبين الماتيريال بتاعت الخروج، ده مش ستان البنطلون ده. ايه هو التوب ستان، واحنا مطعمينه من الجنب الشريط ستان. لا احنا ان شاء الله بنعرض الفيديو بقى، ناخد راي الجمهور. هل الحاجات دي احنا ينفع تخرجوا بيها ولا لا؟ يعني بقيه الحاجات لكن البنطلون ده بيتخرج بيه. ده طالع ترند كمان جدا، موضه طالع موضه، الناس بتسأل عليه كتير. الستانات احنا حتى بص مدخلين الستان مع الخامه البنطلون ده. احنا كان لازم نجيب ماشي. انا دلوقتي جات لي فكره كويسه. يعني الخروج دلوقتي بقى بالشكل ده. يعني وانتوا بتصمموا وبتدرسوا الحاجات بتاعه الخروج بقى، الخروج اللي تتأيف على هدوم البيت اللي هي تبقى في البيت شيك قوي على الموضه. ايوه، وفي الخروج تنفع تخرج بيها والله. يعني برضو يعني ماشي. انت نورت الدنيا كلها. ربنا يخليكي يا استاذه رضوى، ميرسي جدا ليكي. وانا بشكرك جدا 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 على وجودك. بشكرك على الكلمتين الحلوين اللي انت قلتهم. ربنا يخليكي. ده كان واجب عليا على فكره والله يعني. انا بشكر حضرتك على ده بجد فعلا. انا طلعت معاكي في 2021 وما قلتش كده، فانا قلت المره دي لازم اقول كده. ربنا يخلي حضرتك، والحمد لله على سلامتك بقى من 2020. الله يسلمك. وكملوا. شكرا لبيجامودا على الهدايا الحلوه اللي احنا هنهديها للستات والبنات حبايبنا. ده متابعين هي وبس يعني. و20% ليه بقيه المتابعين؟ كل المتابعين. اي واحده بقى عايزه تشتري حاجه من عند بيجامودا تروح تقول لهم مساء الخير هي وبس، تاخد 20% خصم. ورت الدنيا كلها. ربنا يخليك يا استاذه رضوى. مشاهداتي اعزائي وبناتي الحبيبات، فاصل قصير جدا نرجع لكم من هي وبس.